في يوم نانا راحت تزور كراميلا في البيت، وهي رايحة لها جابت لها كيس كبير مليان حلويات، شوكولاتة ومصاصة وبونبوني وبسكوت وكل الحلويات اللي كراميلا بتحبها. كراميلا فرحت قوي بالكيس الحلويات وفتحته وبدأت تاكل فيه، وقعدت تاكل وتاكل وتاكل. بس فجأة وكراميلا قاعدة بتاكل أسنانها وجعتها جامد قوي، لدرجة إنها ما كانتش قادرة تكمل أكل، وبدأت تعيط جامد قوي وتنادي على ماما: الحقيني يا ماما، الحقيني، أسناني بتوجعني قوي، الحقيني. ماما على طول أخدت كراميلا عند دكتورة الأسنان. لما وصلوا عند الدكتورة الجميلة فتحت الباب لكراميلا وسلمت عليها وقالت لها: اتفضلي يا كوكي، ايه رأيك تيجي تقعدي جنبي على الكرسي الجميل بتاعي؟ كان عند الدكتورة كرسي جميل قوي وبيتحرك، ممكن نقعد عليه زي الكرسي وممكن ننام عليه زي السرير. بعد ما كراميلا قعدت على الكرسي وارتاحت، الدكتورة قالت لها: ها يا كوكي، مالك؟ ايه اللي تعبك؟ كراميلا قالت للدكتورة: كنت قاعدة باكل حلويات وفجأة أسناني وجعتني جامد قوي وما كنتش قادرة أكمل أكل. الدكتورة طلبت من كراميلا إنها تفتح بقها جامد قوي عشان تعرف تشوف أسنانها. كراميلا فتحت بقها والدكتورة قعدت تبص على أسنان كوكي، فلقت إن أسنان كوكي تعبانة ومسوسة. الدكتورة قالت لكراميلا: انتي أسنانك يا كوكي تعبانة عشان فيها سوسة، ولو السوسة فضلت موجودة على أسنانك هتفضلي موجوعة ومش هتعرفي تاكلي عليها ولا تشربي، فأنا يا كوكي هشيلك السوسة وهنضفلك أسنانك عشان تبقى نظيفة وجميلة زيك يا كوكي. بعد ما الدكتورة نضفت أسنان كراميلا وشالت منها السوسة، كراميلا بصت في المراية ولقت إن أسنانها بقت جميلة ونظيفة، وفرحت قوي لما شافت أسنانها رجعت زي الأول وأحلى كمان. الدكتورة قالت لكراميلا: وانتي يا كوكي دلوقتي جا دورك عشان تحافظي على أسنانك عشان يبقوا أقوياء وما يوجعكيش تاني أبدا. أهم حاجة يا كوكي لازم تغسلي أسنانك مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة تانية بالليل. ولما تغسلي أسنانك حطي على الفرشة نقطة صغيرة قوي من المعجون قد حبة البسلة. وطبعا يا كوكي لازم تخلي بالك من أكلك، عشان في أكل بناكله بيبقى طعمه بيعجبنا بس الأكل ده بيضر أسناننا جامد قوي وبيخليها توجعنا، فلازم يا كوكي تاكلي أكل صحي وجميل عشان يخلي أسنانك تبقى قوية وجميلة. كراميلا شكرت الدكتورة قوي ووعدتها إنها هتحافظ على أسنانها، وبقت كل يوم كراميلا تغسل أسنانها كويس قوي، وكمان بدأت تاكل فاكهة وخضار ولقت إن طعمهم حلو قوي ولذيذ.